هي نصيحة الأب رخمة؟ زي الدواء، رخم، تقيلة، مزعجة، وصوتها ساعات يضايق، بس والله بأمر ربنا فيها الشفا. الأب لما ينصحك ما بيبقاش جاي يتفلسف ولا يثبت إنه فاهم أكتر منك، هو بس جايب لك خلاصة سكة مشيها قبلك، وغلطات عملها، وخبطات خدها، وتمن دفعه من عمره. صدقني يا ابني، يا صاحبي، أبوك بني آدم مش نبي. الدنيا لفت بيه ولف عليها، وقع وقام وغلط غلطات يمكن ما تعجبكش، عادي. هو مش أجمد أب ولا أنجح زوج ولا أذكى راجل في العالم، بس عمرك سألت نفسك عن السر الغريب ده؟ ليه الأب يزعل لما ابنه يعلى صوته عليه؟ وليه في نفس اللحظة يكون فرحان؟ فرحان إن ابنه بقى ليه شخصية، يكدره وهو من جواه راضي، يجادله وهو حاسس بالفخر، يقول له لأ وهو بيقول في سره كبرت يا ابني، كبرت. الأب يطلع من بيته شايل قضية، لابس بدلة ومنور في شغله كأنه باشا، بس دماغه مش هناك خالص. دماغه في فستان بنته اللي عندها مناسبة، وفي قسط النادي علشان الواد يلحق التمرين، وفي خطة يوفر بيها تمن الباص علشان بالعافية لسه سالف مصاريف المدرسة. ظلموا الأب كتير، والله ظلموه. اتمنع من حقه في البكا، كبرياءه ونبله خلوه، شال جواه كلام لو قاله يمكن يرتاح، بس الراجل ما بيقولش علشان ما يخوفش أهل بيته. مسكين الأب، دايما متهم إنه برا، سايب، مش مشارك. إحنا ساعات نلفت نظره لأهمية دوره التربوي ونقوله بنبرة ناقصة: هو أنت بس اللي بتشقى؟ ما كل الأبات بتشقى. كل الأبات بتجري وتتعب، بس اللي بيجري محتاج يقف، محتاج يرتاح، محتاج ياخد نفس. أبوك عايش، اوعى تضيع الفرصة، اوعى تشوفه غير إنه كبير، حتى لو بيتلخبط في البيت، حتى لو صوته يعلى، حتى لو يتخانق معاك أو مع والدتك. انت ما تعرفش الراجل ده شايل ايه. أبوك هو أهم راجل في الدنيا. التجاعيد اللي في وشه ظهرت وهو بيجري عليك، شعره شاب وهو مربوط في السقي علشانك. اسأل اللي ظهره اتكشف بعد ما الجدار وقع، هيقولك حاسس بإيه. وبعد ما الأب يروح، وقتها بس الفهم يجي، بس متأخر. يفهموا إن صوته العالي اللي كان بيصدع كان مداري خوف وضعف، والمسكين ما ينفعش يبقى خايف، وما ينفعش يبقى ضعيف، ما هو اللي بيحمينا، هو عمود الخيمة. أبوك يا صاحبي، أبوك يا ابني، لازم يكون أكبر حاجة في عينك.